ازاي تكون احسن نسخة من نفسك. وبصراحة في ناس كتير فاهمة الموضوع غلط او الصورة مش واضحة عندهم، بمعنى اصح انك تكون احسن نسخة من نفسك ده معناه انك بتتطور كل ثانية، كل دقيقة، كل يوم في تطور، كل يوم في جديد. الجديد اللي بتحطه لحياتك، الجديد اللي بتحطه للبني ادم اللي انت عايش فيه، ده معنى كلمة انك تكون احسن نسخة من نفسك. عشان افهمك برضو انك تكون احسن نسخة من نفسك، مثلا موظف عايز يبقى مدير عايز يبقى المانجر المسؤول عن كل الإدارة دي. شخص مثلا وصل لفورمة حلوة عايز يبقى فورمة أحلى، عايز مثلا يطلع بطولة، عايز ينافس، عايز يبقى كذا. فدايما الإنسان يعني بالفطرة الإنسانية الإنسان عايز يتطور، بس مش عارف إزاي، ما عندوش القدرة اللي هو يتطور، ما عندوش المسؤولية، وما عندوش التحفيز برضه إن هو فاهم يتطور. الموضوع مش سهل، لو كده كان الناس كلها اتطورت والناس كلها بقت ناجحة، فاهمني؟ انت جواك انت عايز تتطور، عايز تبقى احسن، عايز تبقى دخلك المادي يبقى احسن، فانا فاهم كل ده، بس انت مش عارف ازاي، او انت ما بتاخدش خطوه، ما بتاخدش ستيب، ما بتاخدش اكشن اللي انت عايزه، فاهمني؟ فده اللي بيفرق الشخص اللي هو بيوصل لحلمه والشخص اللي ما بيوصلش لحلمه، فاهم؟ مفيش حد احسن من التاني، هو بس لو شخص احسن من التاني الفكره في ان الشخص ده التزم والشخص ده عايز يوصل اللي هو عايزه، فاهمني؟ ومعنى انك بتتفرج على الفيديو ده معناه انك عايز تتطور وعايز تبقى احسن يعني وكده، فدي حاجه كويسه يعني، خليك عارف ان انت ماشي كده على الطريق الصح، بدايه السلم. طيب الموضوع عامل ازاي؟ الموضوع عامل ان انت بتصحى، بتروح المدرسه، بتروح الشغل، بتروح الكليه، بتمارس الانشطه اليوميه العاديه. ما ضفتش ما ضفتش حاجه جديده في حياتك، يعني بمعنى اصح مش حاسس ان في حاجه عايز تكملها، حاسس ان مش راكب عليك الموضوع، او مثلا عايز تطور من شكلك، عايز تطور مثلا من ستايل لبسك، عايز تطور من ستايل حياتك، عايز تطور من جسمك، عايز تطور من معلوماتك، عايز تثقف نفسك اكتر، عايز تبقى في شغل احسن. فده معناه انك عايز ترتقي بحياتك، عايز ترتقي. الرقي ده ما بيجيش بسهوله طبعا، بس بيجي بالسعي والمحاولات الكتيره. انت بجد عايز مثلا تبقى كده، ان شاء الله هتبقى كده مع السعي والاستمرار. اكيد كل الناس اللي وصلت وكانت على التوب، اكيد مفيش حد صح لقى نفسه كان على التوب الا لو هو مثلا مولود غني او مثلا عيلته كبيره. وبرضه حتى برضه لو هو غني او عيلته كبيره، برضه شخصيته، هو مثلا شخصيته اكيد دي مش هيورثها بقى، او يعني مش هتيجي بالفلوس، فاهمني؟ الشخصيه دي في البني ادم نفسه او في حياته عموما، انت اللي بتكونها، انت اللي بتكونها وانت اللي بتصنعها، انت اللي بتخلي شخصيتك وجسمك وتطور حياتك كله انت المسؤول عنه. مفيش حد تاني هيساعدك في الموضوع ده، لان ده ذاتك انت، وانت اللي هتطور ذاتك، مفيش حد تاني كده هيطور لك ذاتك، فاهمني؟ فانت اللي هتساعد نفسك، انت اللي هتحاول تعمل الرقي ده بنفسك. فدي عشان بس تبقى فاهم يعني. فانا في الفيديو ده هشرح لك كل حاجه، وهعرفك ازاي تبقى احسن نسخه من نفسك، وازاي تبقى يعني زي ما بيقولوا الاصدار الاول، الفرز الاول من نفسك. تعالوا ندردش شويه بقى، سيبك من ايه عمال اقول لك احسن نسخه خلينا نتكلم بالبلدي مع بعض كده يعني. بص يا باشا، اول حاجه انت مش هتبقى احسن نسخه من نفسك، او مش هتبقى الشخص اللي انت عايزه غير وانت بتحب نفسك. صدقني الموضوع هيفرق معاك جامد جدا يعني. انا دلوقتي هديك مثال عليا. انا دلوقتي بحب نفسي، اي نعم انا عايز اوصل لكذا وكذا وعايز احقق كذا، بس ستيل انا لحد دلوقتي انا بحب نفسي. فطول ما انا بحب نفسي انا هحب ان انا اطورها. وخلي بالك دي قاعده ثابته، الحاجه اللي انت بتحبها تحب تطورها اكتر. الموظف مثلا اللي بيحب شغله، عايز يبقى مدير، عايز يبقى مانجر، عايز بعد كده يبقى كذا، عايز يبقى صاحب الشركه، عشان هو يحب شغله. استحاله تلاقي حد مثلا مش بيحب شغله عايز يتطور، فاهم اللي هو ايه؟ عايز يمشي الدنيا وخلاص. فانت لازم تحب نفسك، لان دي الخطوه الاولى في انك فاهم عايز تطلع. لو انت مش بتحب نفسك، او مثلا مش بتجلد ذاتك، مثلا انا ليه مش كذا، انا ليه عايز ابقى كذا، اشمعنى ده احسن مني، فاهم؟ فانت كده مش توصل لاي حاجه يعني. انت كده بالعكس، انت كده بتدمر وبتحبط في نفسك اكتر، فاهم؟ فانت لازم تكرم نفسك ولازم تعزز نفسك وتحب نفسك. دي اول خطوه واهم خطوه يعتبر قبل ما نتكلم. بس طيب تاني حاجه، انت عايز تبقى احسن نسخه من نفسك في ايه؟ انت مثلا او انت مثلا برضو عايز تبقى احسن نسخه من نفسك في ايه؟ هل انت مثلا عايز تبقى في شيب جسم احسن من الجسم اللي انت فيه؟ عايز مثلا تحسن من ستايلك، تحسن من شكلك، تحسن من شغلك، وضعك الاجتماعي، حاجات كتير. ايه يمكن انت عايز تبقى احسن نسخه في ايه؟ عايز تبقى مثلا تحسن في شخصيتك، تبقى كاريزما اكتر، تبقى شخص قيمتك اعلى شويه، فاهمني؟ فكل ده يندرج تحت انا عايز اطور نفسي، عايز ارتقي بنفسي. طيب انا هقول لك بقى الخطوات او الاستبات اللي انت هتبدا تطبقها في يومك، وتمشي على مثلا لمده شهر او شهرين، هتلاقي ان انت بدات تحس ان انت بدات تبقى احسن، والحاجه اللي انت عايز توصل لها تبقى بدل ما هي كانت قد كده تبقى قد كده. شويه شهور كمان او بعد فتره كمان هتلاقيها بقت قد كده، قربت المسافه بقت قد كده، بعد كده ان شاء الله لحد ما توصل بقى للي انت عايزه يعني. اول حاجه، ودي نصيحه مهمه يعني، حتى انا بطبقها في حياتي عموما، وهي انك تحاول على قد ما تقدر تظبط نومك والساعه البيولوجيه بتاعه النوم. اول ما تصحى من النوم انت عندك روتين ثابت انت بتعمله.
مثلا انا دلوقتي صحيت عندي مثلا مذاكره 3 ساعات، دول حاططهم انا كل يوم حاططهم، بعد كده بقرا شويه، بعد كده بنزل الكليه والنشاط بقى بتاع يومك العادي. بس انا مثلا انا دلوقتي حاطط، انا دلوقتي مثلا انت دلوقتي بتصحى تمام، بتصحى متاخر، فتحاول تظبط النوم، تصحى بدري شويه، مثلا كنت بتصحى مثلا 11 تصحى الساعه 9 لحد ما تصحى مثلا الساعه 6. انا عايزك تصحى دايما الساعه 6، فواحده واحده فاهم يعني. مش هقول لك مثلا النهارده 11 بكره اصحى 5، اكيد لا، اكيد الموضوع هيبقى صعب يعني. فواحده واحده تقللها ساعه، تقللها لحد ما توصل ان شاء الله للساعه البيولوجيه الصح يعني. طيب تاني حاجه، انت دلوقتي صحيت، مش عايزك تمسك الموبايل، عايزك اول ما تصحى تغسل وشك وتفطر، تقرا، تتفرج على بودكاست، تعمل حاجه مفيده اول اليوم، بحيث انك تشغل المكنه اللي جوه دي. مش عارف ليه بحب اشرب القهوه معاكم في كل فيديو، يعني بحس ان هي حاجه جميله يعني. وتاني حاجه برضو، سواء هدفك انك تطور جسمك او لا، بس دي حاجه ثابته يعني، المفروض دي حاجه اساسيه عند اي حد، وهي انك تتمرن او تروح الجيم او تمارس اي رياضه انت بتحبها. لان الرياضه هي اللي هتحسن شكلك، ولها فوائد كتير بقى، هتحسن شكلك، هتديك ثقه بنفسك، هتحب يعني هتبقى هي الكريزه بتاعت اليوم فاهمني. انت برضو لو بنت، فانك تمارس الرياضه دي برضو حاجه هتحسن من نفسيتك كويس، وهتعلي ثقتك بنفسك برضو. فموضوع الرياضه ده امر مفروغ منه يعني، اي حد المفروض يبقى بيتمرن وهمه ان هو يحسن شكل جسمه، لان دي برضو من اهم الخطوات اللي انت لازم تاخدها في حياتك. طيب تالت حاجه، انت دلوقتي عايز تبقى شخص متطور، شخص تبقى ناجح، شخص تبقى محقق هدفك. ما ينفعش انك تقعد على قهوه مع اصحابك مثلا يقول لك تعالى خد سيجاره، تعالى اشرب، تعالى اعمل مش عارف ايه، فاهمني. فانت دلوقتي معاك حماس وعايز مثلا تعمل كذا وكذا وكذا وكذا، فهم هيموتوا لك الحماس ده صدقني، وهيموتوا لك الشغف ده فاهم، وهيخليك تنضم ليهم اصلا فاهم، اللي هو انت يعني انت مش هتتطور بجنيه فاهم، مش هتتطور ولا 1%، تبقى برضه ثابت زي ما انت فاهم. فانت يعني انت كده ما بتعملش حاجه. لازم مثلا عندك واحد صاحبك مثلا عايز يتطور، لازم تقعد معاه. شخص ناجح انت بتحبه مثلا، اقعد معاه، هيطورك وهيعليك وهتعلوا بعض. اما مثلا شله بايظه وانت شخص عايز تتطور، هم هيشدوك لتحت صدقني، مش هتعرف ترفعهم يعني، انسى فاهم. فلازم تمشي مع شله كويسه او ناس تعليك. بعد كده انك تحاول تطور شكلك. طيب اطور شكلي ازاي، او انت برضه تطور شكلك ازاي؟ انت دلوقتي مثلا لبسك مش كويس، مش احسن حاجه، او انت مثلا مش بتهتم بترتيب هدومك او تنسيق الهدوم، انت لازم تهتم انك تنسق هدومك، تلبس مثلا حاجه كلاسيك، حاجات هاديه. فتحاول دي كل الحاجات دي هتخليك عندك ثقتك بنفسك، وهتحب نفسك اكتر، وهتحاول ان انت تعلم من نفسك، تزق نفسك، وانت هتبقى الداعم لنفسك. برضه في حاجه انا نسيت اتكلم فيها، وهي هيجي عليك فتره، وهي انك الحماس هيموت. بص هتوصل لليفل اللي هو ايه، انا ما بتطورش، انا ثابت، انا زيرو، انا بص انا يعني خلاص انا مش عارف اعمل ايه، هتحبط. بس ان انت يعني ايه، مفيش حاجه جديده هتحصل. لا صدقني، انا عايزك في الفتره دي بقى انك تستمر، واللي هيخليك تستمر مش حد او حد يدعمك. زي ما قلت لك، انت بتطور نفسك، بتطور ذاتك، محدش هيجي يطورك انت فاهم، انت اللي بتطور نفسك. فانك تحب نفسك هتلاقي نفسك بتزقك على ده. بص انا ليه قلت لك اهتم بشكلك واهتم بجسمك؟ اما تحس ان انت شكلك بقى احسن، هتحس ان انت قدام ناس بقيت جذاب اكتر، فانت هتحس ان ايه ده، انا بدات اوصل لليفل انا ما وصلتلوش قبل كده، فتحس ان انت عايز تعلى اكتر، وانت بتحب نفسك اصلا فاهم. فانت زي ما قلت لك انت بتحب نفسك كده كده، فتحب ان انت تعلى بيها اكتر، تعلى اكتر، تعلى اكتر، ومع استمرار ومع صبر ومع مجهود كبير هتبذله، لان مفيش حاجه بتيجي بالسهل زي ما انت عارف، ومفيش حد يجي في يوم وليله يعني. التغيير ده ممكن مثلا يقعد من شهور لسنين يعني. انا اعرف ناس عشان تتغير تقعد فتره كبيره، وده الطبيعي يعني. مش بقول لك مثلا الناس دي فاشله او الناس دي يعني عندهم طولة بال عالية، لا ده الطبيعي. انت مش هتتطور في يوم وليلة، الموضوع هياخد شهور، الموضوع هياخد ايام كتيرة برضه فاهم. زي ما انت فاهم مفيش حاجة بتيجي بالسهل، ولو جت بالسهل مش هيبقى لها قيمة فاهمني. انت مش هتحس ان انت بقيت مرتقي بنفسك، انت مش هتحس ان انت بقيت لما توصل لحلمك بسهولة. الحلم ما عادش حلم، الموضوع بقى عادة. فهديك مثال، مثلا واحد مثلا من ذوي الاحتياجات الخاصة، ربنا يشفي الجميع يا رب، هو مثلا ما بيمشيش، وليكن ما بيمشيش، عاجز مثلا، وانت بتمشي والحمد لله يعني، ربنا ميسر لك الدنيا كلها وشخص طبيعي عادي يعني. هو حلمه انه يمشي زيك يعني، انت متخيل هو حلمه كله انه يمشي، فانت بتمشي عادي، اوريدي انت بتمشي اصلا فاهم. فالموضوع بالنسبه لك ده الطبيعي، ده حلمه يعني، انت ده حلمه الطبيعي بالنسبه لك فاهمني. نرجع لموضوعنا يعني، فالحاجه السهله عمرها ما هيبقى ليها قيمه فاهم، زي ما انت متخيل، ولو جت سهله فاهم مش عمرها ما هيبقى ليها القيمه اللي انت متخيلها، فمفيش حاجه اسمها كده يعني.
كده يكون خلص الفيديو. اتمنى انك تكون استفدت وعايز تصبر وعايزك تحاول. طالما انت وصلت للنقطه دي من الفيديو يبقى انت شخص بجد عايز تتحول وعايز تتطور. فصدقني انا بقول لك عاش وكمل، وهتوصل ان شاء الله طول ما انت حاطط في دماغك ان انت عايز تبقى شخص احسن من النسخه اللي انت فيها. فاهمني؟ ان شاء الله هتبقى متطور يعني، وعايزك تلتزم وما تيأس، ومفيش حاجه بتيجي بسهوله.